للاسف لو ما تعرفش، حريق واحد بس سبب شلل كامل لكل قطاع الانترنت والاتصالات في مصر. وفي الفيديو ده هحاول افهمك ازاي حريق حصل في سنترال رمسيس النهارده قدر يسبب كل الشلل ده، واللي بسببه دلوقتي لو بصيت على موبايلك، لو انت بتستخدم شركه زي شركه اتصالات، هتلاقي ان مفيش شبكه تماما، وفي ناس كمان من شبكات تانية تضرروا، وممكن تكون كمان من الناس اللي النت عندهم فصل، وفي ناس تانية عندهم سرعات النت علت بشكل جنوني. ازاي كل ده حصل؟ انا هحاول افهمك، بس في البدايه ربنا يشفي كل المصابين من حادث النهارده، ويقوي رجال الاطفاء والدفاع المدني اللي واقفين لمده اكتر من 20 ساعه على قلب راجل واحد بيحاولوا يطفوا الحريقه، واللي بالمناسبه يعني الحريقه لسه ما قدروش يوقفوها حتى وقت تصوير الفيديو. كل ما يتمكنوا منها تبدا تشتغل تاني. فجأة كلنا الصبح شفنا خبر ان في حصل حريقه بسبب ماس كهربي في سنترال رمسيس، واللي ما يعرفش سنترال رمسيس ده عباره عن ايه، فده يعتبر شريان الاتصالات كلها والانترنت هنا في مصر، لان هو يعتبر المقر اللي بتقابل فيه كابلات الفايبر اللي بتيجي من البحر المتوسط عندنا هنا في مصر، او بمعنى اخر الكابلات اللي بيكون فيها النت بتاعنا، الداتا اللي بتروح وبتيجي وكده. ده غير كمان ان ده المكان اللي بيربط كل شبكات الاتصالات ببعض، سواء اورنج او حتى وي او فودافون او حتى اتصالات. وكمان نقلا عن نت بلوكس، ف 62% من الشعب المصري الانترنت فصل من عندهم، وطبعا الباقي بسبب ان الضغط خف جدا على الشبكه. الناس بقت عندها سرعات جنونيه لدرجه ان في ناس وصل لها سرعه 1 جيجا بت في الثانيه الواحده. فرايك مشكله زي دي ان شاء الله لما تتحل في القريب العاجل، هل هيكون ليها تاثير في تعديل البنيه التحتيه وبالتالي ممكن نشوف انترنت غير محدود في مصر؟ مستني رايك في الكومنتس.